ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا مع الدكتورة حور علوان، استشاري الطب النفسي. أهلا بحضرتك معانا، منورانا النهاردة. ده من ذوقك يا إنجي. يمكن عايزة ابتدي على طول بالسؤال المهم جدا. بقينا حاسين طول الوقت إن الناس كلها مكتئبة، في حالة اكتئاب عامة، الناس مش مبسوطة. تفسري ده بإيه؟ عشان بعدنا عن الطبيعة. لازم نقعد في الشمس، نبعد عن الموبايل، نشرب مية. شرب المية مهم قوي قوي، يعني على الأقل 3 لتر مية في اليوم. المية بتنقي الجسم والروح وبتجلب السعادة. بدأنا يجي لنا تليفونات دلوقتي، لو تسمحي لي اخد اتصال تليفوني. معانا من القاهرة أنور. ألو أنور. مية ايه اللي بتجلب السعادة يا دكتورة؟ المية جابت لنا فشل كلوي، والشمس حرقانة من الشقة طول النهار. احنا مش محتاجين نتشمس، احنا عايزين حلول حقيقية للي احنا فيه، مش الهبل والكلام الفارغ ده شوية نصابين وحلنجية. احنا اسفين بجد، انا بعتذر لحضرتك. لا لا أبدا خالص. أستاذ أنور، أنا عارفة إن الحياة صعبة، بس طالما مش قادرين نغيرها نحاول نغير الظروف اللي حواليها. أنا عارفة إن أنت سمعت كلام زي ده كتير قوي مالي الشاشات من ناس بتدعي العلم، وعشان كده أنا بهديك كشف مجاني عندي في عيادتي، تيجي تشرفني وتحكم بنفسك. ده من ذوقك، ميرسي جدا يا دكتورة. احنا معانا اتصال تليفوني تاني. معانا يسرى من البحيرة. يسرى، ألو. شيال الحمول يا صغير، شيال حمول والعمري ما كنت صغير. لو 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 لو. هو حضرتك من جورنان إيه معلش؟ احنا جريدة الفردوسي يا دكتور. لا أنا آسفة. ليه بس يا دكتور، ايه اللي حصل؟ عشان في صحفي عندكم كتب فيها مقالة الأسبوع اللي فات وشتمني فيها، فأنا مش هتعامل معاكم. طيب ادينا فرصة حتى نصالحك يا دكتور. تصالحني؟ أوكي، أنا موافقة على المصالحة، بس وروني بقى هتصلحوا غلطكم ده إزاي. طبعا يا دكتورة، طبعا هنصلحها. كلم عبيد المساعدة بتاعتي بكرة الصبح ورتب معاها. الو يا دكتورة، المداخلة قلبت الدنيا النهاردة. نزلتيها ولا لأ؟ لا لسه مستنياكي تقولي عنوان احطه عليها. سميها لفظ خارج من متصل للدكتورة حور والأخيرة تصفعه. ايه يا دكتورة الاخبار القديمة دي؟ لا طبعا مش هيشد حد. ايه رأيك؟ شاهد قبل الحذف، الدكتورة حور تمزق ملابسها بسبب انفعالها على متصل، هيجيب ملايين المشاهدات. لا 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 لا، نحط تصفيعه احسن. طيب بلاش تصفعه، ده تقيل قوي. خليها تقصف جبهته، ده حتى موضة اليومين دول. خلاص اللي حضرتك عايزاه. عبير، تنزلي الفيديو حالا وتتواصلي مع كل أصحاب الصفحات الكبيرة على فيسبوك وتويتر عشان ينزلوه وتفعلهم. أنا عايزة مصر كلها ما يبقاش وراها سيرة غير شتمتي. أنا عايزة أبقى ترند النهاردة. باذنك يا رب هتبقي رقم 1 في الشتيمة النهارده في مصر. الواد اللي شتم في البرنامج هايل، برافو يا عبير. اديله 1000 جنيه وقولي له هيعمل مداخلة في نفس البرنامج الأسبوع اللي جاي، وهيقول إنه جه العيادة وبيشكر فيا. واوعي تنسي تدفعي ال5000 جنيه اللي بندفعهم كل شهر لجمعية نساء بلا مأوى. حاضر حاضر. أخبار العيادة إيه؟ عيب بقى، على حس شتمتك النهارده جالنا 40 حالة جديدة زي ما بنعمل كل مرة، ملخص عن كل حالة وجمعهم لي في فايل، وأنا هختار 5 حالات أشتغل عليهم ان شاء الله. حاضر يا دكتورة. يلا أشوفك بكرة، باي باي. أيوة يا سارة، أنا داخلة عليك أهو، اطلبي لي البيتزا بتاعتي على ما أجيلك. أنا أول مرة أشوف واحدة لسه متهزقة ونفسها مفتوحة كده. بذمتك مش دي حاجة تفتح النفس؟ اللي هو إزاي يعني؟ بصي يا سارة يا حبيبتي، البلد دي بتاعت دوشة. عايزة تنجحي من غير ما تشتغلي، اعملي حواليكي دوشة. الناس بتؤمن بالدوشة أكتر ما بتؤمن بشطارتك. أيوة بس مش دوشة الشتيمة. هي معادلة، هتشتمي تشتهري، الأطباق كلها تتسلط عليكي، أي كلمة هتقوليها هتتسمع، والناس هتنسى أساساً هي كانت بتشتمك ليه. يمكن. مش يمكن، الشهرة في بلدنا دي عزوة، زيها زي الفلوس، زي المناصب، بتسندك، تعمل لك علاقات وتفتح لك الأبواب المقفولة. بصي يا حورة، من غير زعل،
انا مش مؤمنه خالص بموضوع الاستشارات الطبيه اللي على الهوا دي. احنا اتعلمنا في الكليه ان احنا نقعد مع المريض جلسه واثنين وثلاثه عشان نفهم حالته كويس ونشخصه. يا حبيبتي احنا بقينا في زمن التيك اواي، فتاوي تيك اواي، استشارات تيك اواي. العيان مش عايز يروح عياده، الدكتور مش فاضي يسمع. بس دي متاجره بالام الناس. وهي جت عليا يا ساره. مين فينا ما بيتاجرش بألم الناس؟ المحامي ما بيتاجرش بألم الناس؟ الصحفي، الإعلامي، عضو مجلس الشعب. بقول لك ايه، مش هنقلبها دراما، يلا كلي. يعني انت قتلت مراتك وجاي تعترف؟ والمفروض ان الدم اللي عليك ده هو الدم بتاعها، والسكينة دي اللي انت قتلتها بيها. مظبوط. لو سمحت انا عايز اثبت ده في محضر رسمي. قبل المحضر لازم نتأكد من صحة كلامك الأول. قول لي العنوان اللي حصلت فيه الجريمة. 4 شارع النرجس، المعادي. منزل عاصم غربال. أيوة يا ابني، أنا عايز قوات تروح تتأكد من صحة البلاغ ده. في جريمة قتل حصلت من شوية. الو. ايوه يا شريك يا ابني، محامي وصل. انت فين؟ انا وصلت تحت اهو، طالع حالا. طيب يا حبيبي احنا مستنيين. ماشي. اتفضل يا شريف يا ابني، ده بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هناء؟ الأستاذ ماجد المحامي. اهلا وسهلا. أنا جبت المحامي زي ما أنت طلبت أهو يا شريف. بنتنا بيقرر مصيرها المحامي. معلش يا هناء، محامي وفي بيتنا احسن بكتير ما نبقى قضايا بقى ومحاكم واللي ما يشتري يتفرج. وليه كل ده أصلا؟ معلش عشان برضو الحقوق تبقى محفوظة. الحقوق؟ شريف هو أنت بتعاقبني عشان هتجوز؟ ولا رفضي ليك وجعك قوي كده؟ من فضلكم من فضلكم يا جماعة، هدوء شوية. أنا عندي حالة طلاق ومتأخر عليها. بعد إذن حضراتكم أنا هقرأ عليكم الإقرار، ولا بلاش كلمة إقرار دي دمها تقيل. أنا هقول لحضراتكم الاتفاق، وأرجوكم أي حد يعترض على أي بند يتفضل يقول. اتفضل يا فندم. اتفضلي حضرتك. إنه في يوم الأربعاء الموافق 6/3/21 بعد أن أقر الطرفين بأهليتهم للتعاقد، اتفق الطرف الأول السيدة هناء أحمد النجدي والطرف الثاني السيد شريف محمد نوح على ما يلي. أولا،
تقر الطرف الأول بتنازلها عن حضانتها للطفلة حبيبة شريف محمد نوح لوالدها الطرف الثاني دون إجبار أو إرغام. ثانياً، يلتزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول من رؤية الصغيرة وذلك متى طلبت أو شاءت، وأن تمكن الصغيرة من المبيت مع والدتها. لا معلش أنا بس عندي ملحوظة تخص البند ده. خير؟ المبيت مع والدتها في حالة عدم وجود الزوج في البيت. حقك يا أستاذ شريف، بنتك وتحافظ عليها بالطريقة اللي تريحك. تمام كده؟ لا تمام. حضرتك بس عدل البند ده وأنا معاك في أي حاجة. شريف خلي البنت معايا اليومين دول لحد ما اسافر وانا هبقى اجيبها لك. لا معلش مش هينفع هناء، أنا واخد أجازة مخصوص عشان أخرج معاها. معلش. حبيبه لما اكلمك تردي عليا، ها؟ ما تقلقينيش عليكي، اوكي؟ بقولك ايه؟ ما تيجي نلعب؟ هو انا ما بحرمش، بس ماشي. الخسران يشيل الغدا. موافقه. يلا. هو في جاكيت جنبها، يبقى اكيد معاها حد، ومركزه قوي في الموبايل كده، يبقى في حد بيستعجلها. لا، ده مش تليفونها، لانها في خلال 10 ثواني بصت حواليها 3 مرات. ده تليفون اللي معاها، واكيد ولد. باين عليها متضايقه قوي، يبقى اكيد قفشته بيخونها. لا، هو سايب الموبايل متعمد، عايزه تشوف حاجه معينه عشان سايب الباسورد مفتوح. مسج من واحده زميلته، مش بيخونها، لا، هو عايز يوصل لها احساس الغير عليه. باين عليها متضايقه. هترمي الدبله في وشه وتقوم وتسيبه. هيمسك ايدها، هيقعدها، هيحسس على شعرها ويبص في عينيها، هيقول لها مفيش ست في الدنيا تملى عيني غيرك. ما بحرمش. حساب البيتزا عليك يا ساره. ممكن سيجاره؟ ممكن، اتفضل. ممكن بقى نكمل المحضر؟ اتفضل. هل قمت بقتل زوجتك السيدة فيروز الشربيني؟ أيوة. وما هي دوافعك لذلك؟ لا، خلافات عائلية. وما نوع تلك الخلافات؟ دي مسائل شخصية. جرى يا دكتور، واحنا هنقعد نتحاور؟ ده محضر رسمي، يعني لازم اعرف دوافعك واسبابك اللي خلتك تعمل كده. أنا عايز الدكتورة حور. دي محامية؟ لا، دي الدكتورة النفسية بتاعتي.
اثبت يالا. اثبت يالا. اقف يالا. قوم. امشي بأدبك. امشي يالا. تعال يا حبيبي تعال. اهدى على نفسك اهدى. معلش يا حبيبتي، انا اعدي بس على الاسم 5 دقايق ونمشي على طول. الو. ايوه انا. اسمي ايه؟ طيب انا جايه حالا. في ايه؟ يلا قاعدين. طب طمنيني ها. حاضر. تعال يا حبيبي تعال. الشنطة دي افتحها وطلع بيانات الست اللي سرقها منها. والباشا ده تاخدوه تحت بقى وتقرروه بمعرفتكم لحد ما يبلغ عن صاحبه اللي جري. سلمي على اصحابك تحت. شكرا يا دكتورة انك جيتي بسرعة رغم انه مش استدعاء رسمي. واضح كده ان هو مشتت ومش عايز يتكلم، وهو كمان اللي طلب وجودك هنا في التحقيق. الدكتور عاصم كان بيتعالج عندي من فترة، ولما بقى كويس أنا قلت له ما يجيش تاني. يعني هو فعلا عنده امراض نفسية؟ دي أسرار المريض، واللي بيتقال جوه الجلسات ما بيطلعش بره إلا إذا هو طلب. ماشي يا دكتورة، أنا هسيبكوا شوية مع بعض وتشوفي هو عايز إيه. سجايري معاك أهي. عن إذنك. اتفضل. مش قلت لك بتخوني؟ شفتها بعينك؟ رد عليا، شفتها؟ شفتها. مع مين؟
عشان تبقى فضيحة، وعيلتي كلها دماغها تبقى في التراب. ما هو انت لو اثبتت الخيانه ممكن تطلع براءه او تاخد حكم مخفف، انما لو ما اتكلمتش هيبقى قتل عمد. عارف يعني ايه قتل عمد يا دكتور؟ مؤبد. والناس انت فاكر ان انت لو ما اتكلمتش الناس هتسكت؟ الناس هتقعد تخمن، هيقولوا ايه اللي يخلي راجل يقتل مراته؟ اكيد كانت بتخونه. عموما انت هتتحبس على ذمة القضية، لسه في فرصة تغير أقوالك في النيابة. أنا هرجع لك تاني، يا ريت تبقى فكرت وغيرت رأيك. انت فين؟ انا في البيت. طيب تمام، ما تيجي نتقابل ونقعد نتكلم شوية؟ تحب تعدي عليا؟ لا بلاش، أنا حاسة إن أنا مخنوقة وعايزة أشم هوا. هبعتلك لوكيشن. اوكي ابعتي. طبعا رجل الاعمال احمد حموده ليه كامل الرد في اللي حضرتك بتقوله ده. يا فندم انا قلت لحضرتك اهو ان طلعت الدقاق ما سلمش الشقق للناس اللي دافعين فلوسها بقالهم سنتين، ووهمهم ان هو بيبنيها، وعمال ينزل في اعلانات على ان الكامباوند لسه تحت الانشاء. وادي الصور اللي انا جبتها لكم، جايب نقلتين رمل على سخين حديد، وبقاله سنتين عمال يبني في الطوب وما بناهمش لحد دلوقتي. ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه بالنسبه لي نصب، وانا اتعمل لي توكيل من الناس ان انا اجيب لهم حقهم، وان شاء الله الناس دي حقها هيرجع. طيب برضو عشان حق الرد، احنا تواصلنا مع السيد طلعت الدقاق وللاسف هو ما ردش، فياريت لو هو سمعنا دلوقتي يرد على الكلام ده. احنا لا نتبنى وجهة نظر، احنا وجهة النظر الوحيدة اللي بنتبناها ان مفيش حد فوق القانون. يا هناء، يعني هي أول القصيدة كفر؟ هو في طفلة تشوف بلطجية وحرامية وتحتك بيهم وكمان تروح إقسام؟ يا هناء طب بس معلش، بس أنا ممكن مش عايزة أسمع الحجج المعتادة بتاعتك يا شريف. ما بتردش عليهم ليه؟ أرد أقول إيه يا حور؟ الشركاء كلهم سابوني، ومبقاش فيه كامباوند خلاص، بقى فيه سجن. رد قول أي حاجة، اكسب وقت، اكسب. أكذب؟
طب افرض هرشوني ان انا بكذب، هعمل ايه؟ تدور على كدبة جديدة. مالك يا طلعت؟ ايه اللي جرالك؟ تعبان، محتاج اشوفك قوي. وانا كمان، انا كمان كنت محتاجة لك قوي قوي يا طلعت. سلام. ولما انت محتاجه لي قوي يا طلعت، بقالك اسبوعين ما بترديش ليه؟ خلاص بقى يا طلعت، خلاص ما تقعدش تقطمني بقى. اسمعي المزيكا، اسمع. بص حلوة ازاي؟ بس انت احلى. خد الحباية دي. لا حبيتي، انا ماليش في الحبوب والحاجات دي، ما انت عارف ان انا 100 100 وتمام. هتهديك وتنسيك، ماشي. هتوديك دنيا تانية، دنيا لا فيها شركة ولا شركاء ولا سجن. حطها تحت لسانك. محتاج حاجة تحطيني فعلا. عارف يا طلعت، الفترة اللي فاتت دي زي ما كانت صعبة عليك، كانت صعبة عليا قوي. قعدت أخطط للحظة دي، اللحظة اللي هقابلك فيها هنا. دماغي بطلت تودي وتجيب، تودي وتجيب، تودي وتجيب، عشان أنهي اللي بينا. انت بتقول لي يا بت؟ أيوة يا طلعت، كل لحظة كانت بتمر عليا وأنا معاك كانت بتبقى تقيلة قوي على قلبي. أنا كنت بكره جسمي لما بتلمسني أو تحط إيدك عليا، بكره نفسك، بكره صوتك، بكره ملامحك، بكره نكتك البايخة. أيوة بكره نكتك البايخة، مش عارفة كنت بستحملها إزاي. أنا بكرهك يا طلعت، أنا بكرهك، بكرهك يا طلعت، بكره شكلك، بكرهك. عارف ليه؟ عشان انت اوسخ واحد انا قابلته في حياتي يا طلعت، اوسخ بني ادم شفته في حياتي يا طلعت. انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه، ان انا الحبايه اللي اديتها لك دي مش حبايه مهدئه، دي ماده كيميائيه عاملاها لك بايديا. انا عاملاها مخصوص عشان تعمل لك تصلب في اعصابك، شلل في كل جسمك، وهتخلص. هما 5 دقايق، 5 دقايق وهتموت. بس ما تخافش، انا مش هسيبك تموت لوحدك، انا هفضل معاك لغايه اخر نفس، اكلمك واسليك واحكي لك حواديت. استنى استنى، بص يا طلعت، بص، استنى، بص 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 يا طلعت، بص. فاكر ده؟ فاكر ده؟ فاكر ده يا طلعت؟ فاكر عملت فيه ايه؟ فاكر؟ امسك يا طلعت، امسك يا حبيبي، امسك امسك امسك، ده مفيش اسهل من الموت. امسك امسك يا طلعت، يلا يا طلعت، يلا.
أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل أن ملابسات قضية مقتل رجل الأعمال الشهير طلعت الدقاق هتظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وطبعا بتنعي أسرة البرنامج والقناة الفقيد اللي كان ليه تاريخ كبير جدا في العمل الخيري والعمل الإنساني. يا شيف بيه، ده لو سلام ساعتك يا باشا. عندك حاجة غريبة في الموضوع ده؟ مفيش أي شبهة عنف في المكان يا فندم. ميت والمسدس معاه. يعني في شبهة جنائية ولا لأ؟ احتمال سعادتك. احتمال؟ لا يا شيف بيه، احتمال مين؟ الرأي العام مقلوب. ده رجل أعمال معروف وكان في عليه كلام كتير قوي الفترة اللي فاتت. 48 ساعة يا شريف بيه. ماشي؟ يا باشا انا عمري خذلت سعادتك في حاجه قبل كده. لا ابدا، انت قدها. يلا ربنا معاكم. سلامة الله سعادتك. يلا يا شباب. تعليمات يا فندم، تعليمات سعادتك. ايه يا عم طلعت، انت اللي عملت في نفسك كده ولا في حد اللي عملها فيك؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ هنشوف. يا بابي. ينفع يعني اللي انت عملتيه امبارح ده؟ سوري يا بابي، انا اتربيت ومعرفتش اعمل ايه فرجعت لمامي. معلش يا حبيبي، انا كنت مخطط لحاجات تانية خالص، بس انت شفت بنفسك اهو. واحد حرامي وسرق الشنطة بتاعت الست الكبيرة، اسيبه يعني واعمل نفسي مش واخد بالي منه؟ ايوه يا شريف. هو مش كفايه بقى اللي يشوفك وانت عايز تاخدها من حضني يقول بس ان انت هتعرف تتعامل معاها احسن مني؟ يا هناء خليك محضر خير بقى مرة بقى وصح. خلاص خلاص، هي كده كده قاعده معايا اليومين دول لحد ما اسافر، على الاقل تنسى اللي هي شافته معاك. سلام. فكرت كويس؟ ايوه. وقررت ايه؟ انا هحكي لك كل حاجه. فاكره لما جيت لك العياده اول مره؟ دكتور انا مش فاهمه منك حاجه. انا بقالي نص ساعه بتكلم. ايوه، وما قلتش فيهم جمله مفيده. انا اسف. انا فعلا مش عارف اعبر عن اللي جوايا، لان اللي جوايا كتير جدا. انا مش متخيل نفسي ان انا اقعد قدام دكتور نفساني، لكن طيب تعالى نرتب الكلام من الاول. انت حاسس بايه؟ حاسس ان مراتي بتخوني. ايه اللي مخليك تحس بكده؟ هي لا لا مش ممكن يكون كده. طيب بقول باي باي. وانا قلت لك ان ده وسواس قهري ملوش علاقه باي حاجه. الواحد لما بيحب يثبت فكره بيطوع اي حاجه بتحصل له عشان ياكدها في دماغه، وده من ضغوط الحياه. وانا صدقتك ومشيت وانا مقتنع انها مجرد هلاوس، لحد ما شفت الحقيقه بعينيا. شفت ايه؟ انا بعد مراتي ما ماتت البيت بقى كئيب.
بقى عامل زي صوان عزا ما بينتهيش. وميام بنتي دخلت في دور اكتئاب ما عرفتش اخرجها منه، لان الظاهر ان انا كنت مكتئب اكتر منها. انا بعد مراتي ما كنتش ناوي ادخل اي ست في بيتي لحد ما قابلت فيروز. كانت مريضة عندي في العيادة بتعالج سنانها، وانت عارفة ان علاج السنان ده بيطول شوية. كانت أرملة زيي، وحسيت انها طيبة ولطيفة. خدت رأي ميان، قالت يا بابا طالما انت هتبقى سعيد انا هبقى سعيدة عشانك. ميان وفيروز كانت علاقتهم مش في افضل حالاتها، وكمان ما كانتش في اسوأ حالاتها. يعني زي ما تقولي كده حالة لا سلم ولا حرب. لحد ما جت في يوم ولقيت الحزن والكآبة دي اتبددوا. يوم ما قالت لي إن في واحد اسمه آسر المفتي مذيع في الراديو عايز يقابلني. في حد عايز يشوفك. اوكي. مرحب بيك يا آسر. على فكرة أنا بفرح قوي بالشباب اللي بيخش البيوت من أبوابها. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. اتفضل. تسلم ايدك. متشكر جدا. آسر رغم إنه نجم ومشهور لكن شكله ابن بلد. ربنا يخلي حضرتك. انا بس بعد اذنك كان عندي طلب. اتفضل. انا جيت زي ما وعدت ميان، بس انا اتمنى ان احنا ناجل موضوع الخطوبه ده شويه. ده بس عشان شويه ظروف خاصه في اسرتي. ان شاء الله اول ما الظروف دي تعدي على خير هجيبهم ونعلن الخطوبه على طول. شكلكم متفقين. وهي برضه فرصة عشان تبقى مراتي موجودة فيروز وتتعرف بيك وتتعرف بالأسرة. هي للأسف عندها ميعاد مع الدكتور ما عرفتش تلغيه النهارده. اوكي. بس أنا كمان عندي طلب. اكيد يا فندم، تحت امرك. أنا ما عنديش مانع إن أنتوا تتقابلوا وتقعدوا مع بعض، بس لازم يبقى عندي علم اعرف قبليها ان انتوا هتتقابلوا او هتقعدوا مع بعض. اوكي؟ اكيد يا فندم، وانا اوعد حضرتك بكده. وارجو انك تعتبرني زي بابا بالظبط. اكيد يا فندم، دي حاجه تشرفني. يعني اي حاجه تحتاجها تقول لي عليها على طول. اتفقنا. وان شاء الله المشاكل بتاعتك دي تخلص بسرعه بقى. مش كده برضو ولا ايه؟ طب ايه، نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. صدق الله العظيم. مبروك. الله يبارك في حضرتك. انا عمري ما شفت ميان سعيده زي انا ما شفتها في الوقت ده، لدرجه اني حبيت آسر لمجرد ان هو السبب في سعادتها. بس زي ما تقولي الفرحه استحرمت تخش بيتنا. في يوم وانا في العياده جات لي مسج غريبه على الواتساب. دقيقة واحدة لو سمحتي. ايه ده؟ أنا ما كنتش مصدق اللي أنا شايفه بعيني. فيروز. فيروز تعمل كده؟ ومع مين؟ مع خطيب بنتي؟ أنا آسف يا فندم، ما دريتش بنفسي اللي أنا بسيب العيادة وبجري عشان أشوف فيروز.
ايه ده؟ كان عايز يكلمني عن ميان. كلمك عن ميان؟ والله انا ما كنتش عارفه انه هيفرق معاك كده. انت اتجننت ولا ايه؟ انت تفكر فيا كده؟ دي كانت مقابله عاديه جدا والله. امال ده ايه؟ ده انتوا اتنين حابين يا زباله. ايه ده؟ رد عليا. فيروز حلفت لي ان مفيش حاجه بينه وبين آسر وانها ما قابلتوش غير مره واحده بس. وانا الحقيقه صدقتها، او تقريبا كنت عايز اصدقها عشان احافظ على بيتي. اسمعني اللي اسمك آسر، انت اللي بينك وبين بنت مهان انتهى، ولو شفتك في اي حته ولا بالصدفه هقتلك. تكلمها دلوقتي وتقول لها اللي كان بينك وما بينها انتهى. تكلمها بكل ذوق وبكل ادب من غير ما تجرح مشاعرها، احسن قسما بالله هتربع الدنيا فوق دماغك. مهان اكتئبت اكتر وبقت حالتها صعبه جدا ومش عارف اعمل لها ايه. ورجعت مهان تاني لاكتئابها وحزنها أكتر من الأول. طبعا هي ما عرفتش إيه اللي خلى آسر يفركش معاها كده بدون سبب. كانت حاسة إن في حد تاني في حياته خطفه منها. كنت شايف مهان قدامي وهي بتموت بالبطيء وأنا مش عارف أعمل لها حاجة. هو اللي انت بتحكيه ده يا دكتور ايه علاقته بجريمة القتل؟ ميان طول عمرها ما بتهتمش قوي بحكايه عيد ميلادها، وانا ومامتها الله يرحمها كنا بنسيبها على راحتها. لكن عشان الظروف اللي كانت فيها ميان فكرت نعمل لها عيد ميلاد، فقلت لفيروز تعالي نعزم آسر ونعملها لها مفاجأة. لكن الفجرة رفضت وقالت لي ان مشاعرها تجاه آسر لسه زي ما هي وانها بتحبه، ورفضت انها تشوفهم الاتنين مع بعض. ما قدرتش بنفسي، جريت على المطبخ جبت السكينة وقتلتها. قتلتها. علي جاهزة للمفاجأة؟ جاهزة، بس هو لسه سسبنس ده. ايه ده؟ وكمان عايزة ايه انت؟ يا بابي مش كده على نفسك؟ مش ده محتاج. انا قعدت اسبوع اعمل في كل ده. هتكون عملت فيها بالراحة. ايه يعني؟ هتشوفي ما انا مستنية. هتشوفي بس. 1 2 3 فتحي. ايه الحضانة دي؟ ايه؟ حضانة، انا عندي 11 سنة، كبرت على فكرة. ايه ده يعني انت الحاجات دي مش عاجباكي؟ لا. واضح ان انا جيت اكحلها عمتها. ماشي،
عموما بكره وانت في المدرسه هصحى انا مع نفسي الصبح كده اشيل كل الحاجات دي ترجعي ما تلاقيهاش. يا ريت. تمام؟ اوكي. ماشي. سيبك بقى براحتك عيشي حياتك. ماشي. من عند وصلابة مخي بالنسبة للمراهنات. أنا عارف موافق على الرهان ده. اتفقنا؟ اتفقنا. هرمان، انتوا قلبتوا الموضوع جد ولا ايه؟ الموضوع ما يستاهلش. ما تخافيش يا مدام. في حاجة يا بابي؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. انا كنت جايب لك اللبن ده بس عشان تشربيه. لبن؟ لا شكرا يا بابي، انا اتفطمت من زمان قوي. محتاج مني حاجة؟ لا خالص. اخرج انا اشرب اللبن ده بره. اوكي. التقرير المبدئي بيقول ان مفيش حد كان في العربيه مع طلعت الدقاق، وكمان المسدس اللي اتضرب بيه كان عليه بصماته. الو. ايوه. تمام. تمام. طب ماشي مع السلامه. ايه بقى؟ اكتر من حد بيقول ان جات له رساله من طلعت قبل ما يموت. تقريبا الرساله دي اتبعتت لكل الليست على التليفون عنده. ايه بقى الرساله؟ هي من كلمتين: انا اسف. طب ما كده الليله واضحه. رجل اعمال تعثر ماليا، اخذ بعضه طلع على المقطم، بعت رساله لكل الناس اعتذر لهم وانتحر. حاضر يا شريف بيه. اتفضل يا باشا. ادخل. شريف نوح عايز يقابل حضرتك يا فندم. خليه يتفضل. ايوه اديني خرجت لك اهو. حاجة ايه؟ الو. يا فندم. يا فندم بالظبط انا كنت عند سعادتك، المفروض اسلم التقرير فعلا، بس انا اسف سعادتك، بس انا محتاج شويه وقت. في حاجات ظهرت جديده ممكن تغير مسار القضيه تماما. تمام سعادتك. تمام يا فندم. شكرا سعادتك على ثقه سعادتك الغاليه يا فندم. مع السلامه سعادتك. سلامة الله يا باشا. مع السلامه. صباح الخير. صباح النور. طلعت الدقاق ما كانش بيرد على تليفونه آخر 5 أيام قبل ما يموت.
لدرجة إنه كان عنده مداخلة تليفونية في برنامج تلفزيوني عشان المفروض يدافع عن نفسه، ومع ذلك برضه ما ردش على فريق الإعداد. المكالمة الوحيدة اللي اترصدت له كانت بينه وبين حضرتك، وده كان قبل ما يموت بساعة. طبيعي، لأن طلعت كان بيتعالج عندي. ممكن أعرف المكالمة كانت ليه؟ للأسف يا شريف بيه، دي أسرار مرضى، ولو جالي مريض وقال لي سر فده بيني وبينه، حتى لو قال لي إنه قتل قتيل. طبعا مقدر مبادئ حضرتك واحترامك للمرضى بتوعك، بس يا دكتورة طلعت دلوقتي ما بقاش المريض بتاعك، ده بقى قتيل. أي معلومة حضرتك هتقولها لنا ممكن تفيدنا جدا في التحقيقات، وأنا بوعدك بشكل شخصي اللي بيني وبينك هيفضل بيني وبينك برضه، بس هيتحط في الورق الرسمي، بس مش هيطلع أبدا للرأي العام. تمام. طلعت كان بيتعالج عندي من فترة بسبب الأزمة اللي بيمر بيها. ده بخصوص التراكم بتاع الديون والكومباوند اللي ما طلعش ده. مش بس كده، أصحابه اللي أنكروا وقت الأزمة، مشاهير اللي اختفوا، الإعلاميين والصحفيين اللي كان بيطلع لهم مرتبات كل شهر انقلبوا ضده، وكل ده عشان يكسبوا بونت قدام الرأي العام على قفاه. هو حالته كان تشخيصها ايه يا دكتورة؟ اكتئاب حاد وصدمة ما قدرش يتحملها. ماشي، وبعدين؟ جالي مرة والتانية والتالتة اختفى. ساعتها اتأكدت إن الاكتئاب سيطر عليه لحد يوم الحادثة. أيوة، إيه بقى اللي حصل يوم الحادثة؟ كلمني في التليفون وقال لي إن في فكرة مسيطرة على دماغه، إنه عايز يضرب نفسه بالنار. قلت له اوعى هتعمل كده. قفل معايا وهو بيوعدني بده، لغاية ما سمعت خبر وفاته في التلفزيون. كان بيتعذب. أسفة، ما لحقتوش. متشكر جدا يا دكتورة، واعتذر إذا كنت أزعجت حضرتك. لا أبدا، تحت أمرك، شرفت ونورت. شكرا. أستاذ. اتفضل. ضروري حكاية الاسم دي يعني؟ ما تخافش حضرتك، انت عند دكتور نفسي مش في تحقيق. أنا اسمي عاصم غربال، دكتور أسنان. أهلا وسهلا يا دكتور. جيت لي ليه؟ حياتي بتتدمر. ازاي؟ مراتي بتخوني. بتخونك ولا شاكك؟ عبير، هاتيلي ملف دكتور عاصم غربال. اتفضل يا دكتور، ملف عاصم غربال. طب روحي انت، انا هسهر على الملف ده. شكلك عايزه تقولي حاجه. بصراحه كده شاكه ان انت جايبه كريب نوتيلا وهتاكليه لوحدك. يا عبير، هو انا في ايه ولا في ايه؟ هو انت ما بتفكري غير في الاكل وبس؟ يا دكتور في ايه؟ بفكك، انت مش شايفه شكلك عامل ازاي؟ وبعدين انت مش قلتي ان عاصم ده
هو اللي اعترف ان هو اللي قتل مراته. بتدور على ايه دلوقتي؟ مش عارفة يا عبير، حاسة إن الحدوتة فيها حاجة غلط. منين عاصم لما جالي أول مرة كان متوتر وقلقان ومش عارف يجمع كلمتين على بعض، وهو بيحكي إنه شاكك في مراته. ومنين دلوقتي بيحكي بمنتهى الثبات والشجاعة تفاصيل قتل مراته. عندك حق، فعلا حاجة تخير. في حاجة يا مدام؟ السلام عليكم. أنا كنت جاي أحجز عند الدكتور عاصم. لا في الحقيقة الدكتور عاصم عنده ظروف كده يعني، فمش هيقدر يبقى متواجد الفترة اللي جاية في العيادة. ده أنا حتى فاتح عشان أرجع الفلوس للناس اللي حاجزة بدري. يا خسارة، أنا حظي وحش قوي. أصل أنا جيت من 3 أيام الساعة 5 كان مشي. ما هو من 3 أيام بالظبط دول كان آخر مرة يجي فيها دكتور عاصم العيادة. بس هو ما مشيش 5، هو مشي 6 بالظبط. لا، أنا جيت 5 بالظبط ما لقيتوش. لا يا فندم معلش، هو كان عيد ميلاد بنته وأنا قافل وماشي وراه الساعة 6 بالظبط. حضرتك أكيد مختلط عليك المواعيد بس. جايز. شكرا شكرا. أنا مبسوطة يا دكتور إن أنت اقتنعت وغيرت أقوالك، وده أكيد هيخفف الحكم عليك. بس أنا عندي سؤال بسيط. سؤال إيه؟ مين بقى اللي قتل مراتك؟ أنا قلت إن أنا اللي قتلتها. ما حصلش.
أنا مبسوطة يا دكتور إن أنت اقتنعت وغيرت أقوالك، وده أكيد هيخفف الحكم عليك. بس أنا عندي سؤال بسيط. سؤال ايه؟ مين بقى اللي قتل مراتك؟ انا قلت ان انا اللي قتلتها. ما حصلش. تحريات المباحث بتقول إن الجيران سمعوا صوت فيروز وهي بتصرخ الساعة 6، وأنت اتحركت من العيادة في المهندسين الساعة 6. يعني عشان توصل المعادي محتاج ساعة على الأقل. أنت ما قتلتش يا دكتور، أنت رحت لقيتها مقتولة. مين قتل فيروز؟ انا اللي قتلتها. أنت بتداري على مين؟ انا ما بداريش على حد، انا اللي قتلتها بايديا الاتنين دول. وانا قلت الكلام ده في تحقيق، والتحقيق اتقفل على كده. الاعتراف سيد الادله. عثر على جثة رجل الأعمال الشهير طلعت الدقاق منتحرا في سيارته، هذا وقد أثبتت التحقيقات وبعد فرز الأدلة الجنائية أن رجل الأعمال طلعت الدقاق قد انتحر بعد ضغوط نفسية تعرض لها إثر تراكم الديون والتعثرات المادية. أيوه وقد باشر القضية المقدم شريف نوح قول بقى بلاش سسبنس والنبي شريف قول. سيادة مدير الأمن الذي أمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوضيح الحقيقة، ومن جانبه صرح رئيس مصلحة الطب الشرعي بأن المصلحة قامت بعملية على كافة الأوجه وبشكل سريع لتحليل الأدلة الجنائية حتى تأكدت من انتحاره. لا معلش ثانية واحدة بقى، هو أنا اسمي فين في الخبر؟ هو أنا مش كنت معاكم؟ يا عم اهدى على نفسك شوية، بكرة اسمك يتكتب، لسه بدري عليك. المهم دلوقتي أنا نزلت بتاع التيك توك ده وعملت الإيميل والحاجات اللي طلبها مني، بس مش عارف أتعامل معاه خالص. مش عارف تتعامل معاه إيه؟ هو سهل أهو يا عم. طب ما انت ليك اكونت اهو تمام. ما انا مش لاقي الفيديوهات. طيب بص، هتدوس على الحته دي، على المكان ده هيظهر لك كل الفيديوهات. طب خد بقى جرب كده. الناس دي يا عم دي عيال مش لاقي اهل يربوهم. عارف تتعامل ولا ايه؟ طب وانا لو في حد بعينه انا عايز الاقيه، يعني هعمل ايه؟ طيب هات بقى كده اوريك. بص بقى، هتعمل سيرش هنا على الاسم اللي انت عايزه، هتلاقي كل الفيديوهات اللي انت عايزها طلعت لك. قول لي بقى عايز اسم مين؟ لا انا هتصرف. هجيب لك انا هعرف اتعامل انا. ماشي. عارف تتعامل ولا ايه؟ ما انا عارف ان انت اخرك في التكنولوجي الاتاري. هعرف يا لذيذ خلاص. طيب انا هطير انا بقى. ماشي؟ لا. بدري كده ليه؟ نسيت اقول لك على حاجه. خالد الحسيني بيشنت توفى امبارح في المستشفى. ما انا عرفت، الله يرحمه. مفيش اي اخبار عن الواد برازيلي؟ الواد ده مش عايزك تشغل دماغك بيه خالص، انا مستنيه لحد ما يرجع بيته وهعكشه وهجيبه، يعني هجيبه. انتي كنتي موجودة لما فيروز اتقتلت؟ باباكي هو اللي قتلها؟ شفتيه؟
بس مش ده اللي حصل. لا حضرتك هو ده اللي حصل. طب كان في حد تالت معاك وهو اللي قتلها؟ مين الشخص المهم اللي بتداروا عليه لدرجة إن أبوك يلبس التهمة مكانه؟ لا مفيش اي حاجه من اللي حضرتك بتقوليها دي حصلت، وانا قلت كل اللي عندي لما استدعوني في النيابه. بعد اذن حضرتك انا تعبانه ومحتاجه انام. بابي انت بتعمل ايه كل ده؟ ايه كل ده يا بابي؟ تعالي هنا تعالي. ايه ده؟ سيب الشنطه كده. مش مهمة قوي يعني. استني هنا. في ايه؟ مش تقولي لي عملت ايه في يومك؟ كان كويس، انا تعبانة قوي وعايزة انام. طب استني بس استني. في ايه؟ اصل مش بالساهل كده، ده انا بقالي ساعتين عمال اعمل فيها. في بجد شلت الحضانة دي؟ ده انت هتنبهري. ماشي. استني ايه؟ استني بقى ما تبصيش. كده هقع. انا ماشي اهو معاكي اهو. فين؟ فين؟ اهو اهو بصي كده. ايه؟ انا ماشي اهو. ايه؟ افتح؟ ايوه فتحي. مين دول؟ مين دول؟ دول ايه؟ انت مش عارفه مين دول؟ لا. محمد محي، محمد فؤاد، علاء عبد الخالق، وإيهاب توفيق، ده حميد الشاعري اهو. يا بابا يا حبيبي، انا ما اعرفش الناس دول ولا عمري سمعتهم ولا حتى شفتهم. قدام قوي يعني. ما ها انا عملت حسابي على ده اهو، حطيت لك خالد عجاج. خالد مين؟ عجاج ايه؟ انت عارف خالد عجاج؟ لا. خالد عجاج بتاع اصعب حب. اصعب حب لما تلاقي اللي انت. خلاص يا بابا، خلاص يا حبيبي، انا اسفه، انا اسفه. انا هعمل الاوضه دي بنفسي، مش مهم. طيب خلاص اعمليها انت زي ما انت عايزه على ذوقك، بس ما تناميش ها، غيري هدومك عشان احنا هنخرج، عازمك على العشاء. ماشي. ولا عارفه حسام حسني؟ هعرفه منين يا بابا؟ كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. لو سمحت. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل حضرتك تشربوا ايه؟ ايس كوفي. ايس كوفي؟ احنا عندنا شاي وقهوه وعصير بس. لنا 2 برتقال لو سمحت. تؤمر يا فندم، تحت امرك. شكرا. عارف يا حبيبي انا جبتك هنا ليه؟ هو ده بقى المكان اللي انا كنت بتقابل فيه انا ومامي لما كنا مخطوبين. من كده قديم يليق برضه. انا كنت عايز اتكلم معاكي في حاجه كده. بص يا حبيبتي، مش معنى ان انا ومامي اتطلقنا ان انا ومامي وحشين، عادي. احنا بس اكتشفنا ان احنا مش عارفين نتعامل مع بعض او مش شبه بعض يعني. طب وانا مالي يا بابي؟ طلقوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه. واحنا صحيح اتطلقنا، بس انا اوعدك ان احنا هنفضل صحاب على طول عشان خاطرك. مستحيل هقبل انك تحسي باختلاف عن اي حد من زمايلك. زمايلي يا بابي، انا مش حاسه باي فرق بيني وبين زمايلي، وانت ومامي كده كده حرين يعني، اعملوا اللي انتوا عايزينه.
عارفه يا حبيبه، وانا صغير عمري ما سمعت ابويا وامي بيزعقوا لبعض او بيتخانقوا. خالص. انا كنت اصلا بستغرب لما بروح عند حد من قرايبي او حد من صحابي واسمع اهاليهم بيتخانقوا او بيزعقوا لبعض. اللي سايب البيت واللي طفشانه عند اهلها واللي كنت بستغرب جدا، بقول اللي عندي في البيت دول مش بني ادمين، دول اكيد ملايكه. لحد ما في مره بقى رجعت المدرسه بدري من غير ما ياخدوا بالهم ودخلت لقيتهم بيتخانقوا مع بعض. ما صدقتش، ايه ده اللي بيحصل ده؟ ابويا شافني كده وبص لي وفجاه هوبا كله سكت. بابا سكت، ماما سكتت، وراحوا واخديني ونزلنا بقى قعدنا نتمشى على الكورنيش، اكلنا ترمس ولعبنا وضحكنا وهزرنا وعملنا كل حاجه. رجعت مبسوط قوي في اليوم ده. لحد اليوم ده كنت فاكر ان الحب ان الواحد يضحي عشان اللي بيحبه، يرمي نفسه في البحر ياخد بداله رصاصه، حاجات كده يعني. بس الحب طلع ابسط من كده خالص يا حبيبي. طلع ان كل واحد بس يتنازل عن حاجه بسيطه وصغيره جدا عشان يعرف يتعامل مع التاني. هي قصة مؤثرة وكل حاجة، بس معلش هو هنا مفيش واي فاي؟ واي فاي ده انا ممكن اديك هوت سبوت. لا ده احنا نشرب العصير ونتكل على الله بقى. لا يا ريت. عادي يا حبيبتي. مساء الخير يا ست الكل. سلام. حاجة ايه موجودة؟ لو عوزتي أي حاجة تاني أنا موجود. قيل في الحب أنه فن ذكاء المسافة، ألا تقترب فتلغي اللهفة أو تبتعد فتنسى. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم كلام في الحب مع آسر، ومعانا اتصال تليفوني ونقول ألو. ازيك يا آسر؟ أيوه، مين معايا؟ أنا حائرة. أهلا بيكي، اتفضلي. أنا كان عندي مشكلة يعني كنت عايزاك تحلها لي. أوي أوي، تحت أمرك. أنا كنت مرتبطة بواحد وهو كان يعني معرفني على صاحبه، وبعدها قفشنا على بعض ومكانش راضي يكلمني، فكلمت صاحبه عشان يصالحنا على بعض. طيب قولي لي يا حائرة، هو كان عارف إنك بتكلمي صاحبه؟ لا بصراحة لا. وبعدين؟ المهم بعد ما اتصالحنا لقيت صاحبه لسه بيكلمني، وكنا أصحاب عاديين يعني، بس حبيبي عرف إننا بنتكلم وانفصلنا. يعني أنا عارفة إنه بيحب يسمعك، وأنا كنت عايزة أقوله من خلالك ما تزعلش مني يا أحمد، أنا آسفة، حقك عليا، ويا ريت تديني فرصة تانية. بيتهيألي كده رسالتك وصلت، وأتمنى يا أحمد إنك تكون بتسمعنا فعلا. نسمع الأغنية دي ونرجع لكم تاني. أيوة يا حائرة. مين معايا؟ لحقتي تنسي صوتي؟ أنا آسر المفتي. ده بجد ولا حد بيعاكس؟ لا يا ستي بجد، أنا بس معرفتش أقولك رأيي في البرنامج فما صدقت أخلص الحلقة عشان أكلمك. متشكرة يا أستاذ آسر. أستاذ آسر إيه؟
بقولك ما صدقت اخلص الحلقه عشان اكلمك تقولي لي استاذ آسر. قولي لي آسر بس. انت بقى اسمك الحقيقي ايه؟ مريم. الله، اقرب اسم لقلبي على اسم امي الله يرحمها. لا دي حاجة حلوة انك تحبي اسمي. اكيد. بصي بقى يا مريم، اهم حاجه في الحب هي الكرامه. اللي ما يعوزناش ما نعوزوش. ايوه بس انا غلطت فيه، ويعني عملت حاجة من وراه ما كانش ينفع اعملها. طب وفين الثقه؟ فين الثقه؟ هتعرفي تعيشي ازاي معاه من غير ثقه؟ انت ما اجرمتيش. ايوه صح عندك حق، بس انا صعبان عليا الموضوع انه يخلص كده. انا تعبانة قوي. لا، انت مش تعبانه من غيره، انت تعبانه من غير الحاله اللي هو كان معيشك فيها. وعشان كده بقى انا هبقى جنبك ومش هخليكي تحسي بالوحده دي خالص. اتفقنا؟ مريم اتفقنا. يلا تصبحي على خير. ليه؟ ليه يا ميان؟ يو يا جيمي بقى، على فكرة انت طلعت زنان قوي. قلت لك مكسلة مش قادرة اقوم. ايه؟ خلاص ماشي، خلاص ما تقفلش هصورك. في ايه يا بابي؟ يا بابي خضتني. معلش يا حبيبتي، انا كنت بس بطمن عليكي، قلقت بس مش اكتر. اوكي عادي، حصل خير. معلش بقى، اصل انا مش متعود ان في حد يبقى معايا في البيت هنا. لا عادي. ماشي يا حبيبتي ماشي. كنت لوحدي لما ماما ماتت، حرفيا كل حاجة ماتت معاها. كانش ليا نفسي اعمل اي حاجة، لا عايزة اكل ولا عايزة اشرب ولا عايزة اشوف حد. كنتش بعمل حاجة غير اني بنام. فهمت بعد كده ان ده اكتئاب. وبعدين يا ميان؟ بابا كان بيحاول يعمل اي حاجة عشان يخليني كويسة. كان فاكر ان هو لما هيجيب فيروز البيت هو هيملى البيت مكان ماما. ده ما حصلش. فيروز انا ما كنتش بحسها انها حد ما انتش عارفه تحكمي عليه. انتي كويسه ولا مش كويسه؟ ففضلت في اوضتي اكتر من الاول. وآسر المفتي ازاي ظهر في حياتك؟ من برنامجه، كان بيسليني. لن تتعافى دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد.
أصدق حب. تحب شخصا ولا تعرف لماذا أحببته. انا حاسه بوحده، وحده وحشه قوي، وحده كل يوم بتقتلني اكتر من اليوم اللي قبله. ممكن تساعدني؟ كنت بقعد اسمعه وهو بيحل مشاكل الناس، قلت قد ايه الراجل ده عاقل وعنده حكمه. ده اللي خلاني اتشجع واكلمه. بعدين لقيته بيكلمني تاني يوم، اتعرفنا على بعض. الله، اسمك ده غالي عليا قوي. كان اسم ماما الله يرحمها. وبعدين وحدة ايه اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ انا مش فاهم. انا خلاص بقيت موجود، يعني الوحدة دي تنسيها. اتفقنا؟ ابتدينا نخرج، بقى جزء من يومه. لحد ما ابتديت احس بذنب. ليه يا مايا؟ انا مش بعمل اي حاجه من ورا بابا. اتفقت معاه يجي يتقدم، فعلا عمل كده. آسر كان مهتم يعرف انا صحيت امتى، اكلت ولا لا، عملت ايه في يومي. فعلا حسسني حاجات ما كنتش حسيتها من ساعه ما امي ماتت. لحد ما كل ده بس ما بقاش مهتم. بكلمه وما بيردش. اتأكدت ان كلامه معايا قل، بس زاد مع حد تاني. شكيت انه بيخوني. كانش عندي غير فيروز، كنت بحكي لها، كانت بتحاول تساعدني. حسيت قد ايه هي جدعة وطيبة وواقفة جنبي. وبعدين ايه اللي حصل؟ جات لي فويس نوت من آسر. مايان، سامحيني، احنا مش هينفع نكمل مع بعض. ما تحاوليش تكلمي عشان خاطري، خدي بالك من نفسك. فضلت متضايقة حبة حلوين. أوحش حاجة في الدنيا تحسي إنك بتتسابي وإنتي مش عارفة إنتي عملتي إيه. حاولت أتخطى موضوع آسر لحد يوم عيد ميلادي. وايه اللي حصل يوم عيد ميلادك؟ فيروز، ممكن أطلب أكل من عندك عشان الشبكة عندي وحشة أوي. ها جمع في شبكة؟ بيجمع اهو. كنت انتي؟ أنا إيه؟ كنت بحكي
احكي لك ان ياسر بيخوني مع واحده. كانت انتي؟ بس ازاي كنت مخدوعه فيكي كده؟ ده انا مغفله. ما حبكيش يا ميان، كان عنده الاختيار، انا وانتي كنا قدامه، اختارني انا. اصل الحب مش بالعافيه يعني. والله؟ طب والراجل الغلبان اللي انتي شايله اسمه ده ذنبه ايه في وسختك؟ ذنبه انه زي قلته خلى ثقتي في نفسي بربع جنيه. كل كلامه فيك، بيعملي زي واحده من عيانينه كده. عرفت دلوقتي امك ماتت بحسرتها ليه؟ اللي ماتت دي اشرف منك يا زباله. التليفون ده هيفضل معايا لحد ما بابا ما يرجع. التليفون ده وري، هاتي. ما انتيش واخداه؟ اوعي والله ما انتي واخداه. اوعي بقول، اوعي اوعي. ما انتيش واخداه. بقول لك هاتي. والله ما انتي واخداه. هاتي بقول لك انا هموتك. اوعي يا شيخه. يفتح معاكي قال ضيعت عمري وقرفتوني. بتحاسبيني على ايه؟ وانت ابوكي ده راجل؟ انا اللي غلطانه. بتحسبيه علينا راجل بعد كل ده؟ ايه ده؟ بابا ايه اللي حصل؟ قتلتها. ميان، هتعملي اللي هقولك عليه. قوم تعالي. انت هتقولي في التحقيق مش انت اللي قتلتيها، انا اللي قتلتها. لا يا بابا اسلم نفسي. لا 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 لا، انا خايف عليكي. انا عارف كويس انا هعمل ايه. اسمعي الكلام. بس يعني أبوكي قرر يروح يسلم نفسه ويقول إن هو اللي قتل عشانك؟ ايه والله العظيم ما كنت عايزاه يعمل كده. والله هو اللي أصر. أنا تعبانة أوي يا دكتورة حور، أنا تعبانة أوي. أنا تعبانة وعايزة أروح أقول لهم على كل حاجة. أنا مش مرتاحة، أنا مش عارفة. موقف أبوكي في القضية أحسن من موقفك بكتير، لأنه لو أثبت الخيانة ممكن ياخد براءة أو حكم مخفف. إنما لو كملتي اللي أنت عايزة تعمليه وقتلتي ياسر هتضيعي كل اللي بيعمله عشانك. مش قادرة. أنا كل ما بسمع صوته في الراديو بغل، بحس إن ليا حق عنده وعايزة أخده. سيبيه سيبيه يا ميان، ربنا هيبعت له اللي يجيب لك حقك. يا هناء، ايوه يا شريف، انت فين؟ انا بحاول اكلم حد
حبيبه ومش عارفه اوصل لها. ماشي حاضر. انا اصلا خلصت وبتحرك على البيت، اول ما اوصل هناك هطمنك على طول. يلا سلام. اوحش حاجه في الدنيا، اوحش حاجه في الدنيا تحسي انك بتتسابي وانتي مش عارفه انت عملتي ايه. انا تعبانه قوي يا دكتوره حب، انا تعبانه قوي. وآسر المفتي ازاي ظهر في حياتك؟ من برنامجه كنت بقعد اسمعه وهو بيحل مشاكل الناس. أحارب بك الدنيا فتحاربني أنت والدنيا معا. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن الناس اللي وثقنا فيهم، الناس اللي صدقناهم بس للأسف هم خذلونا. حلقة جديدة من برنامج كلام في الحب مع آسر المفتي. الو، انا ما عنديش مشكله اتكلم فيها، انا بس كنت عايزه اتكلم عن الخذلان. يا ليه الطعنه بتجيلك من اقرب الناس، من الناس اللي مش متوقع ان هم ممكن يعملوا كده. الكلام ده عن تجربة يا سلافة؟ ايوه، بس ما بحبش اتكلم فيها. باي. طيب أنا بقى عايز أبعت رسالة للناس اللي بتستغل الناس اللي صدقوه ووثقوا فيهم. الأيام دول، وكما تدين تدان. واللي بيوجع قلب حد النهارده قادر جدا ربنا يبعت له حد بكره يوجع له قلبه. والأيام بتجري بسرعة. نسمع الأغنية دي ونرجع لكم. اوحش حاجه في الدنيا، اوحش حاجه في الدنيا تحسي انك بتتسابي وانتي مش عارفه انت عملتي ايه. انا تعبانه قوي يا دكتوره حب، انا تعبانه قوي. وآسر المفتي ازاي ظهر في حياتك؟ من برنامجه كنت بقعد اسمعه وهو بيحل مشاكل الناس. أحارب بك الدنيا فتحاربني أنت والدنيا معا. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن الناس اللي وثقنا فيهم، الناس اللي صدقناهم بس للأسف هم خذلونا. حلقة جديدة من برنامج كلام في الحب مع آسر المفتي.
الو. انا ما عنديش مشكله اتكلم فيها، انا بس كنت عايزه اتكلم عن الخذلان. يا ليه الطعنه بتجيلك من اقرب الناس، من الناس اللي مش متوقع ان هما ممكن يعملوا كده. الكلام ده عن تجربة يا سلافة؟ ايوه، بس ما بحبش اتكلم فيها. باي. طيب، أنا بقى عايز أبعت رسالة للناس اللي بتستغل الناس اللي صدقوهم ووثقوا فيهم. الأيام دول، وكما تدين تدان. واللي بيوجع قلب حد النهارده قادر جدا ربنا يبعت له حد بكره يوجع له قلبه. والأيام بتجري بسرعة. نسمع الأغنية دي ونرجع لكم.